عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. صلوا على النبي بقى وترحموا على جدتي. وتعالوا النهارده هنخلل السردين يا جماعه، من الحاجات الجميله جدا جدا ان انت ممكن تخلليها في البيت، بتكون احسن وانضف طعمها بيكون جميل قوي يعني. من بره يعني احسن ما تجيبيها من بره. المهم، بس بتاسف يعني على المنظر، بس انا ماما قالت لي لازم توريهم كده. بتتشال الراس، في ناس بتخلله بالراس بتاعتها، بس احنا بصراحه مش بنحب. بتشيل الراس والقلب من جوه، وطبعا هو مش بيتغسل بدقيق والكلام ده كله. لأ يا جماعة، لإن هو حساس جدًا، واللحم بتاعه هيتهري معاكِ بسرعة. فأنتِ زي ما شايفين كده ماما ولّعت شغّلت المَيّة على يعني حاجة هادية خالص، وهتشيل بس سلسلة الدم اللي من جوّه دي، تشيلها كده من المَيّة وتحطيها في مصفى. وبعد كده هننقعها، ننقع السردين بتاعنا ده في مَيّة بليمون، ماشي؟ بُصّوا شايفين؟ ومش هنعمل اكتر من كده. وبعد ما ننقعه كده الميه اهي معانا زي الفل. بصوا، تعصري كده ليمونه كبيره ولا حاجه وتنقعيه، يعني مش النقع اللي هو تسيبيه بقى 10 دقايق ولا حاجه، لا لا، هو يا دوب 3 دقايق 5 دقايق بكبرك قوي، عشان طبعا زي ما بقولك اللحم بتاعه ما يتهريش معاكي. حلو كده. طبعا السردين ده يا جماعه بيتعمل في اسبوع، يعني احنا عملناه يوم خميس، فتحنا عليه الخميس اللي هو اللي بعديه، فاهميني؟ هو يا دوب اسبوع وبتفتحي عليه. هنا كان خلاص يعني 5 دقايق، تقومي ايه مخلياه بقى يتصفى نهائي نهائي نهائي. فاهمني؟ ماما اصلا جابت صينيه وحطت فيها شاشه وحطت السردين فيه، بس انا الحته دي ما لقيتهاش صراحه. ماشي كده، وتسيبيه حوالي 3 4 ساعات لغايه لما ينشف معاكي. انا هوريكم دلوقتي. معايا هنا بقى ملح خشن، هتجيبيه من اي عطار، هتحطي كده كام معلقه من الملح الخشن. ودي بابريكا، هنحط معلقتين كبار بابريكا مع معلقتين كده من الشطة، أو معلقة كبيرة هرمية كده زي ما شفتوا. حلو كده. هنحط كمان معلقة من الكركم، والكركم ده بيكون زي مادة حافظة كده، بيحافظ لك على السردين بتاعك. حلو كده، حلو. يبقى معانا ايه؟ ملح وبابريكا وشطة والكركم بتاعك. حلو، ده ملح خشن، هو اساسه انك تعمليه بملح خشن، وهو المقطع لقيته فحطيته لكم. بصوا يا جماعة، الشاشة كده تجيبيها، تقومي حطاها وتسيبيه قصاد المروحة، يعني حوالي 3 4 ساعات لغاية لما تحسي السمك نشف معاكي حرفيا. وبعد كده هتجيبي بقى ال- السمك بتاعك، تحشي بقى القلب كده كويس من الخلطة اللي احنا عملناها دي، اللي هي الشطة والبابريكا والملح الخشن والكركم. حلو كده. وبعد كده تبدأي ان انتي تعبيه كله كده زي ما انتوا شايفين. طبعا يا جماعة اسهل وسهل جدا وجميل جدا انك تعمليه في البيت كده، ومتأكدة ان هو نضيف وزي الفل. طبعا بقى ممكن تجيبي بقى جنبيه رنجة، فسيخ، تحمري بقى بطاطس، الاكل اللي انتوا عارفينه ده. طبعا في ناس بتحبه كتير يعني. انا عن نفسي ماليش في الاكل ده كله، بس بقى ماما وبابا واخواتي وكده بيحبوه جدا، فجبناه وعملناه. عايزه اقول لكم، بعد ما رصيناه كده في العلبه هتحطي بقى عليه شرايح ليمون. وللمعلوم، بصوا يا جماعة، أنا كنت جايبة الكيلو ب100، في ب100 وفي ب80 أو ب95 حاجة زي كده، بس اللي أبو 100 ده كان هو بلدي، والراس بتاعته حمرا وجميلة. أنا برضو المعلومة كده جت في دماغي، كنت ناسيها فقلت أقول لكم. بعد ما قطعت بقى شرايح الليمون كده عليه، الليمون ده يا جماعة بيشيل اي زفر في السمك، مع ان احنا منضفينه وكله زي الفل، بس اي زفر او اي ريحه مش حلوه هيشيلهولك الليمون ده. معانا بقى هنا كوبايه ونص كده كبار من الزيت. حلو كده، او كوبايتين، خلينا نقول كوبايتين. حلو، يعني على الكيلو هتحطي كوبايه زيت. احنا هنا معانا 2 كيلو من السمك، فهنحط كوبايتين زيت. وبعد ما تقطعي شرايح الليمون، بصوا منظره وشكله رهيب 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 بجد، تحفه جدا. يا جماعة جربوا الوصفة تعجبكم. تعالوا بقى ايه، نغطيه بكيس تلاجة نضيف كده، ونقفل العلبة ونشيلها بقى لغاية ايه اسبوع. زي ما قلت لكم انا عملتها من الخميس للخميس. بس اهم حاجة ان انتي العلبة تكون نضيفة ومتعقمة بمية سخنة والكلام ده كله. ماشي، نشيله بقى. تعالوا بقى نعمل شوية فطار يستاهلوا بقكم كده. هنا كانت ماما مقطعة بقى ايه جبنة، وقطعة عليها طماطم، ومقطعة كده شرايح خيار وفلفل والكلام ده كله. حلو، طبقين جبنة كده يفتحوا النفس. ومقطعة كمان في الطبق ده ايه، طماطم وفلفل. وهنا بقى معانا جبنة قديمة اللي هو المش. حلو كده. وحاطه كمان زيت. وهنا بقى معايا بيض، ومعايا كمان عجينه طعميه هنعملها في البيت، تحفه تحفه تحفه. وفول هنعمله بكذا طريقه، الفول تحفه جدا. هنحط بقى على المش طحينه. حلو كده، ونقلبهم مع بعض. وهنا كانت بطاطس،
مقطعاها مكعبات وملح وكمون وسيبناها ايه تتسلق. كمان جبت بقى انا ايه جرجير وخضره، معايا بقى زبده هنستعملها. جبت بتنجانيه كده كبيره نقطعها نعملها شرايح كده، نحط عليها بقى ليمون وملح وكمون. الله اكبر الله اعظم. ماشي فطار يعني هاقول لكم يستاهل بُقكم كده. تعالوا نمشي خطوة، خطوة كده مع بعض ونشوف هنعمل إيه. هنا زي ما قُلت لكم إحنا خلّصنا الجبنة القديمة وهنا الفول، هنعمل طبقين فول يا جماعة مختلفين. ده أول طبق هنحط فول عادي جدًا زي ما جبناه من عند الراجل، هنحط عليه ملح وكمون وزيت، وماما هتقطّع عليه طماطم. حلو جدًا. بصوا بقى التركايه اللي ماما هتعملها دي بجد تحفه. هتحطي ليمون وهتقطع فصين كده من الثوم. مش الثوم مش مقلياه، لا هتقطعه سليم. وكمان هتقطع عليه بصل. بصوا يا جماعه طبق فول اقسم بالله هتجربوه كده في الفطار. بجد تحفه تحفه تحفه. قطعي في صوص الثوم وما تقوليش بقى ايه ده ثوم مع بصل والكلام ده، لا لا. جربيه بجد هيعجبكم قوي قوي. التوم مع البصل والطماطم والليمون ملح وكمون وزيت كده، عايزه اقول لكم طبق فول يستاهل بقكم. بجد تحفه. الفول اللي باقي بقى هنعمله بايه؟ حطينا زبده وهنحطه على النار حلو كده يعني، ونحط عليه ملح وكمون، بس ده فول بالزبده. لكن الفول التاني ده متحبش كده زي ما انتم شايفينه. حلو كده. وقطعنا كمان بصل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. ليمون وشويه خل وملح. والبتنجان هنرش عليه كده شويه كمون وملح برضو بعد ما قليته. بصوا فطار عايزه اقول لكم فاخر من الاخر كده. بجد تحفه قوي. هنا كمان عجينه الطعميه حطينا عليها بيضه، ومش يعني متخليش البيضه تخفضيها قوي لا. هي خليها كده البيضه باينه فيها كده، ليه بقى؟ عشان تكون العجينه هشه معاكي. حلو. بعد كده تعملي ايه؟ تحطي عليها سمسم وعلى الزيت على طول. أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. كمان كنت بقى البيض اللي انا كنت موريه لكم كنت كمان بسلقه، وبنعمل الطعميه وبسلق البيض وكان كل حاجه جاهزه. بصوا بقى بما اني اصلا ان احنا في يوم الجمعة، يا رب يجعلها جمعة طيبة عليكم وعلينا بإذن الله. فاعملي بقى الفطار ده بجد بقى ما اقولكوش تحفة. انا اصلا عايزة اقول لكم ان احنا بنصحى بدري وبننام بدري، فنزلنا الفطار ده كان جاهز قبل الصلاة كمان. يعني فطرنا وكله زي الفل ورحنا بقى صلينا الجمعة. حلو كده. بصوا بقى قلية الطعمية هنا معانا البطاطس اللي كنا بنسلقها. هنعمل برضو نوعين من البطاطس، بطاطس حطينا عليها ملح وكمون وحطينا عليها قطعة كده من الزبدة. والبطاطس التانية حطينا برضو عليها ملح وكمون زي ما انتم شايفين، وماما حطت عليها زيت. حلوة. هتحط معلقة من الدقة اللي هي دقة البتنجان اللي بتكون فلفل وتوم. فلفل وتوم وشوية خل. وهنحط عليها شوية ايه، بقدونس او بقدونس. صح انا بقول صح بقدونس مش كزبرة، او كزبرة او بقدونس. يعني حاجة من الاتنين عشان انا بتلخبط فيهم. ماشي. يعني ايه بطاطس مهروسة بالخضرة وكمان البيض ودي الطعمية. شوية جرجير بقى من اللي قلبكم يحبوا ده. اصحوا كده قبل الجمعة قبل الصلاة حضروا الفطار القمر ده زي ما انتم شايفين بجد تحفة جدا. بصوا الطعمية من جوه هشة. وهاتوا بقى كده عيش بلدي من الفرن اللي يكون العيش المفقع ده عارفينه. بجد بصوا فطار يستاهل بقكم والله العظيم بجد تحفة قوي. جربوا الفطار ده بقى. تعالوا نفتح السردين كمان مع بعض. بصوا ايه رأيكم بقى في السردين؟ تحفة تحفة تحفة. ولا الزيت اللي في السردين ده حاجة تانية خالص خالص. تعالوا نفتحه كمان مع بعض. بصوا ماما هتفتحه معاكم كده. هتشيلي بس سلسلة اللي هي الشوك دي، هتشيليها عاملة زي الفسيخ بالظبط. يعني فسيخ ماما عاملاه فسيخ مش سردين بجد والله. بجد تحفة تحفة. يعني بص زي ما انتم شايفين. وهو اسبوع وتفتحي عليه على طول. مش هيقعد ازيد من كده. يعني ما تقوليش مثلا ايه لا اقعد 10 ايام، لا هو اسبوع 7 ايام وتفتحي عليه على طول. تعصري بقى عصرة ليمون مع البصل اللي احنا عاملينه ده والفطار القمر اللي احنا عاملينه ده بجد تحفة جدا. فايه بقى جربوه كده. بجد هيعجبكم. او بصوا اللحم بتاعه طري يا جماعة واحمر وجميل كده ازاي. بصوا بجد تحفة. جربوه وقولوا لي رأيكم واستنوني بقى في فيديو جديد. باي باي.